50% من الرجال بيعانوا من مرض تضخم البروستاتا. احتقان البروستاتا ده دايما بيجي لنوعين من الناس: مرشد سياحي، واحد بيشتغل مش عارف في الغردقه على البلاجات، مايوهات، مش لان الشباب مش هيقدر يعني يبعد عن الاستثارات الجنسيه او علاقاته، تواجده في حفلات، كل ده بيؤدي الى احتقانات. باتمان هيبقى عامل زي باتمان داخل الاوضه بيقلع يلاقي ايه يا عم اللي انت لابسه؟ انا باتمان النهارده. بودكاست مش للرجال فقط. بودكاست مش للرجال فقط. اهلا بيكم في بودكاست جديد مش للرجال فقط. النهارده هنتكلم على حاجه مهمه جدا، دايما احمد بيسالني عليها. ايه هي يا احمد اللي هتكلمني عليه النهارده؟ احتقان البروستاتا. مشكله احتقان البروستاتا. اظن بقى حق الموضوع ده هيعجبك، مش على زي ضعف مزاجي، الجنس على يعني مزاجي، انت مع ان ملك البروستاتا في مصر. ملك البروستاتا، بس مش عايز الشرق الاوسط بشكل عام. مش عايز اقول لك ان موضوع احتقان البروستاتا دي من الحاجات اللي بتضايقني انا شخصيا لما بقابل مريض احتقان بروستاتا. ايه بس عيان بيبقى اول حاجه داخل ومعاه شنطه كيس كبير مليان تحاليل واشعاعات كتيره جدا، اغلبيتهم وادويه، وتيجي تقول له عايزين نعمل ايه؟ عملت. طب انت عملت 10 مرات تحليل بول، 10 مرات تحليل سائل بروستاتا، 15 اشعه تلفزيونيه، مش عارف. يعني بيبقى يا عيني لافف كتير جدا، وكل الكلام وطرق العلاج هياها بالنسبه له، وما بيلاقيش اي جديد. عارف ليه؟ لان اهم نقطه في احتقان البروستاتا او مرضى احتقان البروستاتا او التهابات البروستاتا المزمنه حاجه مهمه جدا، ان هو لازم يبقى فاهم كويس قوي ان هو عنده ولا حاجه. يعني ايه ولا حاجه؟ دايما مريض احتقان البروستاتا بيبقى شغله الشاغل ان احتقان البروستاتا ده مرض من امراض البروستاتا اللي هتؤدي الى ضعف الجنسي وضعف في الانجاب، وبالتالي حياته اتدمرت وممكن تقلب بسرطان بروستاتا. الكلام ده يا جماعه مش مظبوط، مفيش اي علاقه خالص. طب هتقلب بتضخم بروستاتا ولا اي حاجه. احتقان البروستاتا ده تاثيره كله الكواليتي اوف لايف. الكواليتي اوف لايف يعني حياته نفسها هي اللي متألمة، انما هي مش هتعمل له اي مشاكل، ولا هتبقى سرطان، ولا هتبقى تضخم، ولا هتبقى مشكلة في الناحية الجنسية، ولا مشكلة في الناحية الإنجابية. مفيش اي مشاكل خالص. انما المشكلة الرئيسية وهم لهم حق فيها هي الأعراض اللي بيعاني منها بصفة منتظمة، وياخد أدوية يتحسن، يبطل أدوية ترجع الأعراض تاني. فبيبقى متخيل ان هو راح لدكتور غلط، او ما كتبلوش على علاج قوي او علاج مؤثر. هي دي دايما المشكله الرئيسيه، وعشان كده تلاقيه مريض احتقانات او التهابات البروستاتا ده تلاقيه لافف على 10 15 20 دكتور مسالك، لان هو متخيل ان في حاجه مختلفه وهو قلقان على صحته. انا عايزهم يطمنوا تماما. نطمن الناس ونبدا نعرف اصلا يعني ايه احتقان بروستاتا. تمام. الاول خالص، احتقان البروستاتا ده دايما بيجي لنوعين من الناس. النوع الاولاني في الشباب الصغير، وده نتيجة للاستثارات الجنسية المتكررة، وبما انهم مش متزوجين وما بيمارسوش العلاقة الجنسية بصورة منتظمة، بتؤدي الى ان الدورة الدموية في منطقة الحوض ما بتبقاش بطريقة جيدة نتيجة لهذه الاستثارات المتكررة، فبالتالي بتؤدي الى اعراض مؤلمة وسخيفة. زي ايه؟ زي نلاقيه عنده وجع في ظهره من تحت، عنده آلام في الخصية، آلام في منطقة العانة، في بعض الأحيان ممكن يبقى عنده حرقان في البول، وبعض الأحيان بيبقى فيه أعراض مصاحبة زي أعراض البروستاتا اللي احنا كلنا عارفينها: سريان بول ضعيف، البول بيقطع، عدم تفريغ كامل، دخول حمام كتير، يصحى بالليل من النوم عشان يخش الحمام، زي أعراض تضخم البروستاتا الحميد، بس بتبقى أعراض خفيفة. فهي دي الأعراض اللي دايما بيشتكي منها، ومش لازم يكون بيشتكي من كل الأعراض، ممكن يكون بيشتكي من عرض واحد أو اتنين أو مجموعة من الأعراض اللي احنا بنتكلم عليها. هنرجع نطمنهم تاني يا جماعة. اللي عنده احتقان في البروستاتا لو سمحت ما تقلقش، ده موضوع بسيط وهايف وله حلول سهلة وبسيطة. طيب هنيجي نتكلم مين الناس التانية اللي بيجيلها احتقان في البروستاتا. ماشي، معلش انا عارف كنت عايز تقول لي سؤال، بس معلش هقطعك انا في الحته دي. احنا قلنا الشباب اللي هم بيتعرضوا لاستثارات جنسيه كتير، له علاقات نسائيه بسيطه، بيستثار جنسيا، ظروف شغله، واحد بيشتغل مرشد سياحي، واحد بيشتغل مش عارف في الغردقه على البلاجات، مايوهات، مش
كل ده بيؤدي الى احتقانات. الحاجه التانية، الناس اللي هي متزوجه ولكن مش على علاقه جنسيه منتظمه، زي الناس اللي هي بتسافر كتير. واحد يقول لك مثلا انا بشتغل في شرم الشيخ، انا بشتغل في الغردقه، انا بشتغل في السعوديه، انا باخد اجازه، بشتغل 3 اسابيع وبنزل 3 4 ايام اجازه. ده ما فيش انتظام في في العلاقه الجنسيه. وبشتغل سنه وبنزل شهر اجازه. ده بقى ده كارثي. ده غالبا مش هيبقى بس عنده احتقان، ده بس ممكن كمان يخش في التهابات البروستاتا المزمنه. كل الامراض دي اللي هي الاحتقان والالتهابات الحقيقه علاجها بسيط، ولكن وجود السبب هيخلي يحصل ارتجاع تاني لموضوع التهابات او احتقان البروستاتا. وهي دي المشكله الرئيسيه، مش ان هو بياخد ادويه مش افيشنت او مش قويه فبالتالي هو ما اتعالجش صح. لا، هو اتعالج صح، انما هي المشكله الرئيسيه موجوده، اللي هي طريقته في اللايف ستايل بتاعه. اللايف ستايل بتاعه ان هو ما فيش انتظام في العلاقه الجنسيه، او ما عندوش علاقه جنسيه لان هو مش متزوج، او هو متزوج ولكن زي ما احنا قلنا كده ظروف الحياتيه بتاعته صعبه شويه في عدم انتظامه في العلاقه الجنسيه بطريقه منتظمه. هو ايه الفرق الجوهري بين الاعراض بتاعه التهاب البروستاتا وبين تضخم البروستاتا؟ يعني انا كشخص عادي من غير لسه ما اروح لدكتور او لسه قبل ما اكشف اعرف منين ان ده عندي التهاب ولا تضخم؟ اولا السن. تمام. تضخم البروستاتا ما بيجيش في السن الصغير، يعني ما بيجيش في سن العشرينات او الثلاثينات. صحيح نادرا بنلاقي عيانين في سن الثلاثينات عندهم تضخم في البروستاتا، بس دي بتبقى احوال نادره. انما المعروف ان هو اقل من سن ال50 دي ما بيبقاش غالبا تضخم في البروستاتا. وخلي بالك من كلمه غالبا، لحسن واحد يكون عنده 40 سنه وعنده تضخم في البروستاتا يقول لك لا ده الدكتور احمد ده بيقول كلام غلط. احنا بنقول غالبا، يعني 90 95% من مرضى تضخم البروستاتا بيبقى فوق سن ال50. وفي إحصائيات إن فوق سن ال50 50% من الرجال بيعانوا من مرض تضخم البروستاتا. تمام. عشان الأمور تبقى واضحة بالنسبة للسادة المشاهدين والمستمعين. موضوع الأعراض بقى، تضخم البروستاتا بيبقى نادرا معاه الآلام اللي في الظهر، آلام في منطقة العانة، آلام في الخصية. الأعراض دي بتبقى أكتر مع احتقان البروستاتا. التهابات البروستاتا ممكن يزيد عليها ان يبقى في حرقان في البول او حرقان في قصف السائل المنوي. انما مرضى تضخم البروستاتا في الغالب ما بيبقاش عندهم الاعراض بتاعه وجع الظهر ووجع الالام اللي في منطقه العانه او ده غالبا. بس في بعض الاحيان ممكن يكون مريض تضخم البروستاتا عنده التهابات كمان مع تضخم البروستاتا، فممكن يعاني من اعراض التضخم واعراض الالتهابات المزمنه او احتقانات البروستاتا. هل تقطيع البول وضعف في سرطان البول ده عامل مشترك ما بينهم؟ الاساس ده تضخم البروستاتا، يعني مم. تقطيع البول واندفاع البول الضعيف ودخول الحمام كتير خصوصا بالليل اثناء النوم وعدم التفريغ الكامل وسريان البول يبقى ضعيف. كل دي غالبا دي اعراض تضخم البروستاتا الحميدي. انما في بعض الاحيان الشديده وخصوصا لو التهابات بروستاتا حاده، لان التهابات البروستاتا نوعين او ممكن نقول عليهم 3 انواع: التهابات بروستاتا حاده، التهابات بروستاتا مزمنه، التهابات بروستاتا غير بكتيريه، يعني يبقى عنده التهاب بس ما فيش بكتيريا مسببه او فيروسات مسببه لهذه الالتهابات. تمام. طب دايما بقى موضوع يعني جمله برضو مشهوره وسط الناس بحب جملك ان انت اللي بتجيبها من الاندر جراوند دي. ان ممارسه العاده ايوه السريه ايوه. بتزود التهاب البروستات. يعني طبعا هو الموضوع احنا مش اتكلمنا عارف يا فيه. احمد، انت دايما بتحطني في المناطق الشائكه دي، يعني يعني بتزنقني في حتت، يعني ما ببقاش عايز اتكلم فيها قوي بطريقه. انما ممارسه العاده السريه هنرجع نتكلم عليها بطريقه واضحه. حرام، وبتاثر على الناحيه الجنسيه في قصه انه ممكن تؤدي الى سرعه قذف، عشان نبقى متفقين. ولكن تمام. ممكن نبيح هذه ممارسه العاده السريه بكميات قليله جدا في حالات الشباب او الناس المتجوزين اللي بيجي لهم استثارات جنسيه متكرره وما بيمارسوش الجماع الجنسي. في الحاله دي هتبقى ممارسه العاده السريه ممكن تكون مفيده بالنسبه لهم عشان تقلل من نسب الاحتقان وحدوث احتقانات البروستاتا او التهابات البروستاتا. انما ان العاده السريه بتعمل تضخم في البروستاتا ده كلام فاضي.
مفيش حاجه اسمها كده. الحاجه المؤثره على تضخم البروستاتا هو الهرمون الذكري. وجود الهرمون الذكري دايما بيعمل تضخم في البروستاتا او زياده في حجم البروستاتا. وهرجع اعيد وازيد في النقطه دي، مهمه جدا. هناك فرق كبير ما بين تضخم البروستاتا، يعني حجم البروستاتا يزيد في حجمه، ومرض تضخم البروستاتا. لان الطبيعي كل الرجاله مع الوقت وتقدم السن البروستاتا حجمها بيكبر، ده شيء طبيعي، ده شيء مش مرضي. وده هيخلينا نخش في حته مهمه قوي، وهتبقى مهمه جدا بالنسبه للسادة المشاهدين والمستمعين. كتير قوي تلاقي واحد بيعمل سونار لأي سبب من الأسباب، أو بيعمل تشيك اب فبيعمل سونار، أو عنده مشكلة ما فعمل سونار، فدكتور الأشعة يقول له ده أنت عندك تضخم في البروستاتا، اكشف مسالك. تضخم البروستاتا ده مش مرض. تضخم البروستاتا يعني زيادة حجم البروستاتا. طيب ليه بنقول إن في فرق بين ده وبين ده؟ لان يعني لو احنا جينا اتكلمنا كده بطريقه، يعني احاول اشرحها كده. هنفترض ان هي دي البروستاتا، والنضاره دي هي مجرى البول. لو البروستاتا كبرت او بتكبر، ما هي في الغالب بتكبر لبره، يعني حجمها بيزيد لبره، مفيش اي مشكله، لانها ما اثرتش على مجرى البول اللي هو بيتخلل في وسط البروستاتا نفسها. فمجرى البول جوه. فلو حصل تضخم في البروستاتا بالطرق الطبيعيه، هيحصل تضخم للخارج، فمش هيأثر على اي عرض من الاعراض اللي احنا اتكلمنا عليها، السريان ممكن ده والتقطيع. حجم الوزن او حجم البروستات كبير بس مش مؤثر مش على اي مؤثر. حاجه. امتى يأثر؟ لما يكون في حصل نمو للبروستاتا من الداخل، فابتدى يزنق على مجرى البول. تمام. وعشان كده تلاقي كتير قوي، تلاقي عيان مثلا زي ما احنا قلنا قبل كده ان حجم البروستاتا في سن الشباب بيتراوح من 16 ل 20 جرام. ممكن نلاقي عيان جاي لنا حجم البروستاتا عنده 100 جرام و150 جرام و200 جرام، ما عندوش اي اعراض. ده ما عندوش مرض تضخم البروستاتا، ده عنده ايه؟ تضخم بروستاتا طبيعي فسيولوجي. ونلاقي عيان تاني جاي لنا حجم البروستاتا عنده 25 جرام، يعني اكبر من الطبيعي بحوالي 5 جرام. ونلاقي عنده احتباس بولي وجاي لي مركب قسطره نتيجه الاحتباس بولي. ليه؟ لان الخمسة جرام الزياده دول حصل النمو بتاعه كله حصل في اتجاه للداخل جوه مجرى البول، فسد مجرى البول. دي حاجه مهمه جدا لازم الناس تبقى فاهماها، عشان مش كل ما حد يعمل سونار يجي يقول لي بروستاتا عندي كبيره، وتلاقيه مع نفسه كل شويه كل كام شهر يروح يعمل ده زادت 5 جرام كمان، ده زادت 10، دي كانت 40 بقت 50، دي كانت 50 بقت 70. كل ده ملوش قيمه. اللي له قيمه هي الاعراض: تدفق البول، تقطيع، دخول حمام كتير، عدم تفريغ للبول بطريقه جيده، ما بيلحقش نفسه، عايز يجري على الحمام اول ما يجيله احساس للبول. هي دي اعراض مرض تضخم في البروستاتا، اللي ساعات بيشترك فيها بعض الاعراض منها في احتقانات البروستاتا او التهابات البروستاتا. ارجع بقى النضاره مكانها بعد اذنك. هل موضوع احتكار البروستات اصلا بيأثر على الحياه الجنسيه بشكل احنا عام؟ قلنا بقى، قلنا هنقول تاني. طيب. احتقان البروستاتا لا يؤثر ولا على الجنس ولا على الإنجاب ولا على أمراض زي أمراض تضخم البروستاتا الحميدة ولا أمراض التضخم البروستاتا السرطانية. مفيش أي علاقة، اطمن. هي أعراض يعني سخيفة بتأثر في اللايف ستايل. يعني أنا النهاردة لما أكون قاعد وعندي وجع في ظهري، ده شيء يضايق، إنما مش هيعمل لي مشاكل جنسية أو إنجابية أو هتقلب مرض بروستاتا أو هيقلب سرطان. مفيش كلام من ده. ودي أهم نقطة في علاج المرضى اللي بيعانوا من احتقانات البروستاتا، ان هو يبقى عارف ان هو ما عندوش حاجه خطيره، عنده حاجه بسيطه مؤقته. وفي الغالب الحاجه دي هتروح في اغلب الاحوال مع الممارسه الجنسيه بصفه منتظمه. يعني لما يتجوز او لما يظبط علاقاته مع مراته، في موضوع ان هو بيغيب عنها فترات طويله ويرجع يمارس الجماع الجنسي بصوره عشوائيه مش منتظمه. تمام. يعني احنا لو قلنا ان الاسباب اتزالت خلاص، هو او مريض احتكار البروستاتا، ان انا ممكن بعد ما اخد العلاج عايز ازيل السبب اللي كان عامل استثارات جنسيه يعني جماع جنسي بشكل منتظم، وفي الاخر او تفريغ كامل مظبوط. للسائل المنوي، فيبدا مظبوط. بعد كده خلاص السبب بالنسبه لنا اتشال. بالظبط. في اغلب الاحوال هيتعالج بالطريقه دي مع العلاج اللي هو بننصح بيه لعلاج الاحتقانات. بما اننا بقى احنا عرفنا ان احنا عندنا في فرق بين تضخم البروستاتا وبين احتقان البروستاتا، ازاي احمي نفسي انا كشاب بين احتقان البروستاتا
وازاي انا احمي نفسي كراجل من تضخم البروستات؟ طيب كشاب الحقيقه يعني احنا بنقول الكلام ده كتير بس ملوش اي قيمه، لان الشباب مش هيقدر يعني يبعد عن الاستثارات الجنسيه او علاقاته او تواجده في حفلات، في اتفرج على افلام فيها بورن سينز او سكس سينز، او الحاجات دي كلها هي اللي بتعمل استثارات جنسيه اللي هتؤدي الى احتقانات البروستات. طب هتقول لي طب يبعد عنها؟ يبعد عنها على قد ما يقدر عشان نقلل فرص ان ما يحصلوش الموضوع ده. طيب بالنسبه لتضخم البروستاتا، هي ما فيش حاجة يعني نقدر نقول عملية أو علمية هتوقّف تضخُّم البروستاتا، إنما نقدر نقول إن دايمًا بنحب إن إحنا ندّي أدوية، مش أدوية، إنما في بعض الأعشاب المفيدة جدًا زي الPygeum africanum، زي القرع العسل، زي نبعد عن منتجات الألبان على قد ما نقدر، يبعد عن السقعة الكتير لمنطقة الحوض. يعني ساعات في مرضى اللي هم مرضى تضخم البروستاتا اللي هم عندهم أعراض بسيطة أوي، دايمًا بنقول من ضمن الحاجات المهمة جدًا إن هو يدفّي منطقة الحوض ودايمًا يدفّي نَفْسه، وساعات ننصحهم إن هم الunderwear يلبسوا 2 underwear فوق بعض عشان يحاولوا يدفّوا منطقة الحوض بطريقة. عجبتك ده دي، جو الجلابيه تضحّك هو. شوية ها؟ باتمان، هيبقى عامل زي باتمان داخل الأوضة بيقلع يلاقي إيه يا عم اللي أنت لابسه؟ أنا باتمان النهارده. عجبتك أنت أوي دي. لا عشان بس في مستوى مشهور وسط الناس يقول لك ايه، راح اصح يعني نام بالجلابيه وعشان تبقى مريح. لأ، مريّح دي هتدخّل له بقى هيستهوى، يعني الجلابية هجيب دي هتخلّيه يستهوى، إحنا مش عايزينه يستهوى. الهواء الساقع هجيب بروستات. بالضبط كده. فتدفئة منطقة الحوض من الحاجات المهمة جدًا عشان تقلل الأعراض بتاعة مرض تضخم البروستاتا. تمام. طيب الناس خلاص اللي هي اتصابت خلاص انا ادركت ان انا عندي احتقان بروستاتا او ادركت ان انا عندي تضخم في البروستاتا، تمام. انا ازاي ابدا اتعامل مع الموضوع يعني؟ هل انا ابدا اتوجه للدكتور او حاجه، اعمل تحليل اول واروح بيها للدكتور؟ يعني حضرتك قول لنا ايه البروسيس اللي المفروض يمشيها صح، يبقى الناس مستندة عليها إن خلاص أنا هاتعامل بالطريقة دي عشان أبدأ خطوات العلاج بتاعتي. هو طبعًا النصيحة الأولانية زي ما بنقولها ودايمًا الناس ما بتعملهاش، إن أنت روح للدكتور المتخصص لمسالك البولية عشان يقدر يعالجك من احتقان البروستاتا، اللي هي خبطت الميكروفون تاني وتالت ورابع بس ما فيش مشكلة. تمام. التوجه لدكتور المتخصص، دكتور جراحة المسالك البولية، هو المتخصص لعلاج أمراض البروستاتا، تمام؟ طيب تمام. العلاج ده هيبقى عبارة عن إيه؟ الأول إن إحنا هنشخّص هو أنت عندك إيه بالضبط، هل أنت عندك احتقانات في البروستاتا، عندك التهابات في البروستاتا، عندك تضخم في البروستاتا، كل الحاجات دي بتتعرف إزاي؟ من بعض تحاليل زي تحاليل البول، تحاليل سائل البروستاتا، أشعات تلفزيونية على منطقة الحوض، حاجة اسمها سرعة سريان تدفق البول، ده جهاز كده المريض بيتبول فيه عشان نقدر نقيس ونشوف الpattern أو شكل التبول أو قوة اندفاع البول عامل إزاي، فبيدينا فكرة مبدئية على المشكلة عبارة عن إيه. خلاص عرفنا المشكلة إن هي احتقانات في البروستاتا، فبالتالي أول حاجة التعليمات. وقبل التعليمات المعرفة، إنه يبقى عارف، مجرد إن العيان بيبقى عارف إن اللي عنده دي حاجة مش خطيرة، عايز أقول لك إن 50% من المشكلة راحت. فين العلاج؟ 50% من المشكلة راحت، إن هو ده مش هيجيب لك سرطان، ده مش هيجيب لك ضعف جنسي، ده مش هيجيب لك ضعف في الإنجاب، ده مش هيأثّر على صحتك العامة بأي طريقة من الطرق، إنما ده هيعمل إيه؟ هيضايقك في اللايف ستايل بتاعك، إن وجود آلام، عدم ارتياح، وجع في ضهرك، وجع في منطقة العانة، وجع شوية حرقان ساعات مع التبول، مش حاسس إن التبول بيتم بطريقة طبيعية، كل ده بيضايق، وده له علاج، و90% من العيانين اللي عندهم احتقانات في البروستاتا لمّا بياخدوا العلاج فعلًا بيستريحوا. أمال المشكلة فين؟ إن هو بيرُد عليه تاني أو بيحصل له ارتجاع تاني لنفس الأعراض، ومن هنا بيبقى متخيل أو فاكر الدكتور ما ادانيش حاجة قوية، يعني اداني حاجة ريحتني بس رجعت تاني، لأ أنا هاروح لدكتور تاني أقول له يديني حاجة قوية، وما يهمكش يا دكتور اكتب اللي أنت عايزه، إن شاء الله لو في حاجات تتجاب من برّه، هي القصة مش كده. هي القصة علاج احتقانات البروستاتا أدوية بسيطة جدًا وحاجات بسيطة جدًا بتحسّن من هذه الأعراض وبتحسّن من الاحتقانات، إنما السبب الرئيسي موجود، إن هو بيستثار كتير، ما بيحصلش جماع جنسي بصورة منتظمة، إن هو ممكن تكون ظروفه الحياتية في الشغل إن هو بعيد عن مراته بفترات طويلة جدًا، فما فيش عدم انتظام في العلاقة الجنسية، فبالتالي اللي اتعالج منه هيرُد تاني وتالت ورابع، لإن السبب الرئيسي ما زال موجود.
الشباب بقى اللي هم بيشتكوا كتير قوي من الوجع في اسفل الظهر، هو مش ده معناه ان هو عنده احتقانات او التهابات في البروستاتا، ولكن لازم تتحط في الاعتبار، لان كتير قوي من الشباب دول بيروحوا لدكاتره عظام فيلاقوا ان العمود الفقري عندهم كويس ما فيهوش اي مشاكل، وان العضلات الظهر كويسه ما فيهاش اي نوع من الشد. لان هي دي غالبا بتبقى الاسباب الرئيسيه ان هو يبقى مشكله في الظهر نفسه. انما برضو مش كتير منهم بيعانوا فعلا من احتقانات او التهابات البروستاتا اللي ممكن تعمل يبقى السبب الرئيسي عنده هو آلام اسفل الظهر، مش آلام الظهر، اسفل الظهر اللي هي في منطقة الحوض، ودي حاجة مهمة جدا. مش اي واحد عنده وجع في ظهره يقول لك لا ده انا يبقى عندي كده التهابات او احتقانات في البروستاتا، وخصوصا الستات. يعني مش معقول واحده ست تيجي تقول لك اطمن على البروستاتا عشان يكون هو ده السبب. هو ده بيحصل كتير يا ابو حميد، دايما كتير يقول لك انا عايز اطمن على البروستاتا. البروستاتا دي عضو موجود في الرجاله بس، مش موجود في السيدات. وظيفته الرئيسيه هو انتاج ما يقرب من 80 ل 90% من مكونات السائل المنوي في الرجال. تمام. كانوا النبي اللخبطه بتاعت الستات اللي مجننانا دي على طول. انت عارف الستات دايما كده تعبانه يعني، طبعا حتى في البروستاتا بتاعتهم. فاي حد بيشتكي من ظهره من وجع في اسفل الظهر ممكن يكون سبب من الاسباب انه يكون في احتقانات في البروستاتا، ولكن من ضمن الحاجات المهمه برضو إن ما يكونش مشكله في العمود الفقري او في عضلات الظهر نفسها اللي هي بتشكل الجزء الاكبر من اسباب المشكله دي او العرض بتاع الام اسفل الظهر. كده كده يا باشا احنا لمينا كل البروستاتا باحتكاراتها بدنيتها والشباب الرجاله بتوعها بكل حاجه، باحتقاناتها، بالتهاباتها، ببابا بالمغتربين غنوجها، كل المغتربين. بسلطاتها، بمغتربينها، كله كبير صغير رجاله ستات. لا يا جماعه ستات مفيش بروستاتا تاني وتالت ورابع. باشا اظن المغتربين في موضوع مرضى البروستاتا ده بيجوا لك يعني كتير كتير جدا. جدا كتير جدا، دي حقيقه. لانه زي ما احنا بنقول عدم الممارسه الجنسيه بصوره منتظمه هي السبب من الاسباب الرئيسيه في ظهور امراض التهابات واحتقانات البروستاتا. ننصح بقى كل واحد مغترب ياخد مراته معاه عشان ما يتعبناش ده هو ما بيصدق يخلع يا ابو حميد، احنا كده هم الستات السبب، هم اللي عاملين فينا كده يقول لك يا عم وجع الظهر ولا كل وجع ولا وجع المخ. يعني مش مهم شويه وجع هيجولي وخلاص. ده لو ما بنصدقش ما بنروح مش اه هنغترب. اه ماشي يا باشا ننهي بقى الحلقه النهارده. حضرتك تفضل تنهي زي كل مره. برضو مش هننسى دايما نقول ان الوقايه خير من العلاج، وزي ما احنا قلنا ان احنا نبعد عن الاسباب اللي تؤدي الى مشاكل البروستاتا اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقه دي كلها، ونبعد دايما عن الاشاعات والمعلومات الخاطئه اللي احنا بنسمعها على القهوه والكافيهات، ونروح للصيادله ينصحونا بحاجات هم مش متخصصين فيها. ونخلي بالنا من المعلومات المنشورة على الإنترنت، نبقى عارفين المصدر إيه، مش أي مصدر مكتوب عن أي معلومات ناخدها على إنها قرآن كريم. لا، خد مصدرك من الناس المتخصصة اللي موثوق فيها في المجال اللي أنت بتسأل فيه. دكاترة مسالك البولية هم اللي عندهم المعلومات الخاصة بمشاكل البروستاتا. خد معلوماتك من الدكتور أحمد أبو طالب.